ازيكم يا شباب عاملين ايه؟ اهلا بيكم في كراش كورس ال HTML. الكورس ده مخصص للمبتدئين، ما فيهوش اي معلومات ادفانسد. مش هنحتاج ان احنا يكون عندنا اي خلفيه عن ال HTML ولا عن ويب خالص. ولكن يفضل يعني ان انت تكون سمعت المحتوى بتاع البلاي ليست دي اللي هي ويب ديفلوبمنت كراش كورس، لان ببتدي اشرح من الاول خالص ازاي الانترنت بيشتغل، و يعني حاجات كويسه جدا جدا ان انت تفهمها قبل ما تدخل في الكودينج على طول. بالنسبه للجافا سكريبت مش هنكتب ولا اي كود جافا سكريبت تقريبا، والسي اس اس مش هنكتب برضه كود يعتبر سي اس اس. ابتدي افهم معايا واحده واحده كده ايه هو ال HTML اصلا، ايه يعني ايه HTML؟ ال HTML stands for هايبر تكست مارك اب لانجوج. تمام. طيب ايه هي الهايبر تكست مارك اب لانجوج؟ هايبر تكست مارك اب لانجوج يعني من الاخر كده لغه وصفيه، لغه ترميز. يعني ايه لغه ترميز؟ يعني هي مش لغه برمجه. طيب ايه الفرق ما بين لغه ترميز او لغه زي ال HTML ولغه يعني برمجه عاديه زي الجافا سكريبت او الجافا، باللغات اللي هي زي البايثون وما الى ذلك؟ الفرق هو ان لغه البرمجه فيها اف، فيها فانكشنز، فيها لوبس، فيها كل الحاجات دي، فيها الحاجات المنطقيه. ولكن المارك اب لانجوج هي لغه تمام معموله علشان توصف، هي لغه وصفيه بتوصف بس المتصفح الاستراكشر بتاع الموقع عامل ازاي، ما بتوصفش اي ستايل. يعني هنيجي للسي اس اس ونقول ان هي ستايل شيت، لغه عباره عن ستايل شيت، مش لغه برمجه برضه وما الى ذلك. ولكن ال HTML هي مش بتوصف الديزاين، مش بتوصف الالوان عامله ازاي، مش بتوصف، هي بتوصف من الاخر كده الاستراكشر. تقدر تعتبرها ان هي كانك عندك عماره وبتعملها، هتبتدي تعملها على الطوب الايه، الطوب الاحمر، ما فيهاش اي دهانات ولا اي حاجه. ولو خدنا المثال ده على بني ادم فنقدر نقول ان هي السكيلتون بتاع البني ادم، هي السكيلتون الهيكل العظمي بتاعه. ولكن السي اس اس هي تعتبر كانها الجلد، كانك جبت العماره كده وبدات ان انت تعمل لها الدهانات وتعملها على المحاره وبعد كده تدهنها وتعمل كل الحاجات دي. والجافا سكريبت بعد ذلك كانك دخلت الميه والغاز والكهرباء والاسانسير والحاجات دي كلها. ممكن برضو تعتبرها بالنسبه للانسان هي العضلات، لان هي بتبتدي ان هي تضيف تفاعل وما الى ذلك. احنا كده يعتبر فهمنا اساسيات مهمه جدا. نبتدي نستخدم تكست اديتور ولا اي دي اي. طيب علشان ما ناخدش وقت كتير في الحته دي، ايه الفرق بين التكست اديتور والاي دي اي؟ هتلاقي الفرق ده موجود ان شاء الله على القناه، هحاول اسيبه لك في الكورد اللي فوق. من الاخر كده احنا هنستخدم اي دي اي انتجريتد ديفلوبمنت انفايرمنت فيجوال ستوديو، من هو يعتبر احسن اي دي اي دلوقتي موجود عندنا. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، خلينا نبتدي نفتح اصلا ملف. طيب هندوس على الايقونه دي، بعد كده نبتدي ان احنا ندوس اوبن فولدر. تمام. هندخل مثلا على الديسكتوب ونختار مثلا البروجكت بتاعنا. طيب انا ما عنديش فولدر لسه، عادي ممكن ادوس كليك يمين وابتدي ان انا اعمل ايه، اعمل نيو فولدر. طيب انا عندي بالفعل البروجكت ده عندي، تمام، وهعمل سيلكت فولدر. تمام. في ملف الاندكس دوت اتش تي ام ال، انا عادي ممكن اضيف من هنا ملف او ادوس كليك يمين واعمل نيو فايل. طيب انا عندي ملف الاندكس دوت اتش تي ام ال، وملفات ال HTML هي بتيجي بامتداد دوت HTML او دوت HTM. دي ايه، دي الملفات. طيب انا هبتدي عندي ملف فاضي، عايز يعني هو فاضي برضو عندي في المتصفح هنا، انا عايز ابتدي املاه، عايزه يكون في حاجات. طيب ابتدي ازاي؟ ايه اول حاجه بتكون موجوده في ال HTML؟ اول حاجه بتكون موجوده في ال HTML هو حاجه مهمه قوي قوي. تمام. بتعرف المتصفح ايه هو نوع الملف اللي بيقراه. تمام كده. فبكتب ال 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 البراكت ده وابتدي ان انا احط علامه تعجب واقول له وده طبعا بفتح الكابس لوك عشان يبقى مفتوح عندي الحروف الكبيره، واكتب دوك تايب. تمام. و HTML، طبعا HTML بتتكتب سمول عادي HTML، واقفل القوس اللي احنا فتحناه. طيب بعيدا عن اقتراحات الفيجوال ستوديو، احنا مش عايزين نبص لها دلوقتي، خلينا نتعلم ازاي نكتب الحاجات دي. معنى ايه اللي انا كتبته ده؟ طيب مبدئيا كده انا فتحت قوس بالشكل ده، دي كل ال HTML tags خلينا نبقى متفقين ان ال HTML هي عباره عن tags، كلها tags. يعني ايه tag؟ يعني وسم. تمام. الوسم ده او التاج ده تمام ليه نوعين، نوع open ونوع closed. نوع open زي اللي احنا بنستخدمه دلوقتي ده، اللي هو ده ما بيتقفلش، ملوش حفل. تمام. وفي نوع كلوز اللي احنا اغلب التاجز اللي احنا هنقابلها هتبقى كلوز تاجز. طيب
علامة التعاقد دي حاجة أساسية في الوسم ده، في النوع ده من الوسوم. وبعد كده كلمة دوك تايب اللي أنت بتعرّف بيها إن المتصفح إن أنا باعمل ملف HTML تمام كده. يعني أنا كده كإني باقول له أنا عندي ملف HTML من نوع HTML5. طيب أنا باكتب HTML5 والّا حاجة، لأ أنا باكتب له HTML وبس على كده. طيب وبعد كده هابتدي إن أنا أقول إن أنا عندي HTML آآ tag اسمه HTML. الtag ده لمّا أدوس عليه كده أهو تمام، هالاقي إن هو ليه هنا يعني open tag وليه هنا closed tag، أنا آسف، وليه هنا closed tag بالشكل ده. طيب ده ليه؟ ده معناه إن الtag ده أهو هيحتوي على جواه حاجات تانية تمام. فبالتالي أنا مهم بالنسبة لي إن أنا أبقى عارف إن في حاجة اسمها closed tags وopen tags. طيب خلّينا نبتدي واحدة واحدة كده ونقول إن الHTML أو التاج الHTML ده هو التاج الأساسي اللي بيحتوي على كل محتوى الصفحة بتاعتي. تمام، تمام. طيب الHTML tag ده بيبقى فيه 2 tags أساسيين تانيين. تمام، تمام. طيب ال2 tags الأساسيين التانيين، واحد بيبقى اسمه head تمام، وبيبقى ليه طبعًا tags برضه، بيبقى ليه close tag برضه، واحد اسمه body. طيب إيه الفرق ما بين ال 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 خلّينا نمسح بس الsuggestions بتاعة الvisual studio ونعمل بنفسنا إحنا الحاجات دي. طيب إيه الفرق ما بين الhead والbottom؟ مبدئيًا كده الhead هو نوع من أنواع الtags اللي بيبقى فيه كل حاجة ليها علاقة بالمعلومات بتاعة الwebsite، معلومات الwebsite كلها. معلومات الwebsite زي إيه؟ معلومات الwebsite مثلًا زي عنوان، زي الtitle بتاعه، شايفين المنظر اللي هنا ده؟ ده مثلًا untitled document، فأنا عايز مثلًا أدّي له اسم، فهاقول له مثلًا إن أنت الtitle بتاعك تمام my website، وعملت control S كده، ولو جيت عملت هنا refresh هالاقي my website موجودة هنا أهو. طيب إيه تاني؟ حاجة اسمها meta تمام، meta tag. إيه هو الmeta tag؟ الmeta tag تمام، مبدئيًا كده خلّينا نتفق إن كلمة meta تمام، meta data تمام، أو معلومات الmeta هي data about data تمام، ده في مجال البرمجة عمومًا. طيب الmeta data بتاعة الwebsite، فأنا عندي مثلًا حاجة كده باستخدمها عندي في الwebsite، بس إيه نستقبله كده. الmeta data عندي مثلًا أنواع زي مثلًا الcorset equal UTF 8. مش عايزين نتعمق في الحاجات دي، ولكن خلّينا نتفق إن الcorset ده هو ال يعني هو حتى بيدّينا معلومات عنه د declares the page character encoding، النوع الencoding. فالUTF 8 ده هو اللي بيدعم أغلب لغات العالم من ضمنهم اللغة العربية، فباستخدمه في الموقع بتاعي. طيب مش مطلوب منك إن أنت تتعمق في الحاجات دي، ولو حاسس إن أنت مش فاهم عادي، دي حاجات كلها ممكن نعدّيها دلوقتي، ولكن تبقى فاهم بشكل أساسي إن الmetas دي بيبقى فيها حاجات من الحاجات المهمة يعني. بالنسبة للmeta tag ده هو برضه open tag. يعني إيه open tag؟ يعني مالوش قافية، ولكن على عكس title هتلاقيه ليه open tag وليه closed tag تمام، بيقفله، وفي النُص ما بينهم هتلاقي المحتوى بتاعك. طيب إحنا كده خلّصنا الhead تمام. طيب الhead ممكن يتحط فيه حاجات تانية، ممكن يتحط فيه حاجات كتير تانية، ولكن مش هنتطرق ليها دلوقتي. وعندنا بعد كده الbody. طيب إيه هو الbody؟ الbody هو كل حاجة المفروض إن هي تظهر لك هنا. فلو أنا قُلت له مثلًا test كده تمام، ودوست control S يعني عملت save، بس أنا هنا فاتح الauto save فهو اللي بيسيف تلقائي، ولكن لو أنت مش فاتحه لازم تدوس control S ده أو تدوس هنا على الsave يعني، وجيت عملت هنا refresh الصفحة كده أهو، هيظهر لي كلمة test. فأي حاجة بتتكتب في الbody هنا أهو كده أهو تمام، هيبتدي إن إيه، هتبتدي إن هي تظهر. ده مش هي دي، عشان ماشي، هتبتدي إن هي تظهر لي هنا. طيب أنت هنا هتلاحظ حاجة، هتقول لي إيه ده، إيه ده؟ ده أنا كتبتهم هنا تحت بعض وهنا ظهروا جنب بعض. هاقول لك أنت هنا لازم علشان تعمل أي حاجة أو أي action في الpage لازم تكتب لها الtag بتاعها، وده هنبتدي إنك هنتعرف عليه. طيب تعالوا نبتدي واحدة واحدة كده نتعرف على الtags المشهورة اللي إحنا المفروض نعرف إيه هي في في الbody مثلًا تمام، أهم tags مثلًا. طيب
اول تاج عندي مهم اسمه div. الdiv ده هي اتصال لكلمه division، تمام، او من الاخر كده هو قسم، يعني جزء كده. طيب الdiv ده ممكن يبقى مثلا ادي div اهو، تمام، disk. هاجي اعمل كده هلاقيه موجود. وممكن اعمل div تاني، div مثلا واضيف فيه مثلا آه ضله، تمام. ابتدي اعمل ريفرش الاقيه نزل تحت. هتقول لي ليه اشمعنى نزل تحت لما حطيته في ديف؟ هقول لك لان الديف ده من نوع بلوك تاج. طيب هتقول لي يعني ايه بلوك تاج؟ يعني ايه؟ هقول لك ان في نوعين من التاجز، في نوع اسمه انلاين تاج وفي نوع اسمه بلوك تاج. الانلاين تاج يعني تاج لو انا حطيت مثلا تاجز كده وبدات ان انا احطهم جنب بعض، هيبقى كل التاجز اللي جنبه هتبقى في نص الصف بتاعه عادي جدا، تمام. لكن البلوك تاج هو نوع من التاجز بياخد صف لوحده، تمام. لو انت حطيته جنب انلاين تاج لا، هو ايه يقول لك لا انا باخد ايه، باخد لوحدي صف او رو، تمام. هنتكلم في الحاجات دي اكتر دلوقتي يعني كمان شويه، ولكن خلينا نرجع ليه اللي احنا كنا بنقول فيه. طيب عندي في الديف، عندي جوه الديف ممكن احط ايه تاني؟ ممكن احط مثلا h1. يعني ايه h1؟ h1 يعني هيدر، تمام. هيدر، تعالى ناخد ايه، تعالى ناخد يكبر كده المساحه دي. الهيدر ده هو نوع من انواع التايتلز، تمام. تايتل كبير. يعني ايه تايتل كبير؟ لو بصينا كده هنلاقي من الكلام ده اللي اتكتب، هنلاقي الكلام اللي اتكتب ده اتكتب بخط كبير جدا. لكن لو جيت انا كتبت مثلا كلام عادي كده، تمام، وجيت عملت سيف هنلاقيه اتكتب بكلام صغير، تمام. طيب في ايه ثاني عندي؟ في مثلا عندي باراجراف، تمام. الباراجراف ده، تمام، او البي، تمام. انا ممكن افتح كده القوس بالشكل ده واكتب حرف البي واقفله، تمام، واكتب مثلا تيست باراجراف، تمام. وبعد كده ابتدي ان انا اكتب ده هو قفله تلقائي، ماشي، تمام. وعمل ريفرش مثلا كده برضو هلاقيه موجود هنا. طيب الباراجراف هو نوع من انواع البلوك اليمنتس او البلوك تاجز. يعني لو انت عملت باراجراف و بعديه باراجراف هتلاقي ان هم نزلوا تحت بعض. وكذلك الهيدرز، الاتش 1. هتقول لي هو مفيش غير الاتش 1 ده الكبير؟ هقول لك لا، في عندنا اتش 1 وفي كمان اتش 2 وفي عندنا مش بس كده، احنا عندنا لحد اتش 6، تمام. وهتقول لي طيب فايدتهم ايه؟ هقول لك ان انا عندي من كل ما صغر، كل ما اكبر الرقم كل ما الحجم بتاعي يصغر. وده ليه؟ ده لان الاتش 1 هو الهيدر الاساسي، هو الايه، الهيرو بتاع الموقع بتاعي. ده لما احب ان انا اعمل تايتل للبيج بتاعتي تظهر عندي هنا اهو كده، تمام. طيب الاتش 2 هو تايتل فرع يعتبر. الاتش 3 برضو تايتل يعني اقل شويه، تمام. وابتدي ان انا انزل في الهيدرز لحد ما بنزل للاتش 6 كلهم باحجام مختلفه وباهميه. يعني اتش 1 اعلى واحد اهميه، حتى لما بعد كده نبتدي ندرس موضوع الاس اي او ونفهم ان في استراكشر معين للصفحه عشان خاطر محركات البحث تبقى مبسوطه من الصفحه دي وتبتدي ان هي تحطها عندها وتارشفها عندها وتخليها تظهر في محركات البحث. هنلاقي ان هو اول حاجه بيبص عليها الاتش 1 وما الى ذلك. طيب مش عايزين ندخل في حاجات مالناش دعوه بيها دلوقتي. خلينا ندخل على ايه، الاتش كور مثلا اهو، تيست مثلا تاني اهو، وادي ندخل كده على الاتش 5 تيست، وندخل على اتش 6، تمام. ده طيب وعملت ريفرش كده اهو، هلاقي كل واحد ادي الاتش 1 ادي الاتش 2 ادي اتش 3 بيصغر بعد كده شويه، الاقي الاتش وهكذا الاقيه عمال لحد الاتش 6 بيصغر خالص. هتقول لي طيب ايه الفرق كده؟ طب ما انا شايف نفس الحجم. هقول لك لا، انت لو تلاحظ ان هو ده معمول له بولد شويه، الهيدر او الهيد انا اسف بيبقى معمول له بولد، لكن الباراجراف العادي ما بيكونش معمول بولد. هتقول لي طيب افرض انا عايز اجي مثلا اخلي نوع من مثلا كلمه HTML دي، مثلا HTML انا عايزها اخليها يعني بولد. اعمل ايه؟ اقول لك بسيطه، حطها جوه تاج بولد. تاج بولد ده اللي هو ايه؟ اللي هو بي، التاج اللي اسمه بي. ولو جيت عملت كده ريفرش الاقي ان هي ظهرت فعلا بالايه، بالبولد او خط سميك. هتقول لي ايه ده دي اكبر من دي؟ اقول لك لا، هو نفس الحجم عادي جدا، ولكن ده معمول له بولد فانت حاسس انها غلط. هتقول لي طيب افرض انا عايز اخلي كلمه HTML دي
اللي هي جوه الباراجراف اعمل ايه؟ هل ينفع احط البي دي جوه الباراجراف؟ هقول لك انت ممكن تحط يعني نستد تاجز. يعني ايه نستد تاجز؟ يعني تاج جوه تاج عادي جدا، ولكن ليه شرط واحد، والشرط ده بسيط جدا. ايه هو الشرط ده؟ الشرط ده انا عملت نستد تاج، دخلت البي تمام وكتبت HTML وقفلت البي تاج، بيقول لي طب افرض انا ما قفلتش البي، هنا انا كده عملت مشكله. ليه بقى؟ لان كده الاديتور او بمعنى اصح المتصفح اعتبر ان كل اللي جاي ده جوه البي دي، فكده ما ينفعش، كده مشكله. طبعا هتقول لي هيعمل مشكله، اقول لك كورس مش الويب سايت ما بيظهرش اي ايرورز في ال HTML ولا في CSS، ولكن هتلاقيه بينفذها كده بشكل غبي جدا، وهتلاقي كل ده بقى ايه؟ ده بقى بي بقى اولد اهو، رغم ان انا في الحقيقه انا مش عايزه بولد. انا ممكن اعمل كده اهو، اقفله، يبقى انا كده تمام، يبقى هو ده الصح، واجي اعمل كده ريفرش الاقي ده بقى تمام. طيب هتقول لي افرض انا بقى حبيت اعمل حركه كده واقوم جاي كده تمام واكتب هنا هقول لك ده بقى غلط. هتلاقي حتى ال يعني فيجوال ستوديو نفسه زعلان من الحركه دي وعمال بيعمل لك عليها غلط، ويقول لك الصح بتاعها ان انت تعكس. ما ينفعش ان انت تعمل ايه؟ ما ينفعش ان انت تعمل الحركه دي. طالما انا عندي الباراجراف ده، تعالى نمسح الحاجات دي عشان نفهم الحته دي بس بالتفصيل، لانها مهمه جدا جدا جدا. دلوقتي انا فتحت الوسم ده او التاج اللي اسمه بي الباراجراف، وانا ماشي فتحت جوه البي ده، يعني فتحت جواه وسم تاني او تاج تاني اسمه بولت. حلو كده. فلو جيت انا عايز تمام اقفل البي دي، الصح ايه؟ ان انا ما اقفلهاش غير لما اقفل الايه؟ الوسم ده اللي هو البي اللي انا فتحته جواه. يعني من الاخر كده لو انا عامل مثلا تاج معين، التاج ده لازم يبقى لو جواه تاج تاني ما ينفعش يعني يعني يعملوا كولابس كده او يعملوا يبقوا متداخلين في بعض. لازم ايه اللي يحصل؟ لازم يبقى يعني السكوب مظبوط، اهو انا كده كده هو مبسوط يقول لي احنا تمام. يعني من الاخر كده انا ما ينفعش يعني اعمل ايه؟ اعمل اتنين عاملين كده اهو، لازم ده واحد جوه واحد، ما ينفعش اتنين عاملين كده اهو، يعني واحد وداخل جزء منه مع واحد تاني، ده كده اسمه واحد. طيب احنا كده اتعلمنا حاجات اساسيه. طيب هتقول لي ماشي، انا جوه الباراجراف ده حابب ان انا اعمل حركه حلوه قوي تمام، وهي ايه؟ وهي ان انا اعمل كده، عايز اخلي ده بعيد عن ده في سطر تاني. اجي اعمل كده الاقيه هنا صفحه واحده، الاقي في سطر واحد. ايه الحل؟ هقول لك عادي جدا، حط تاج اسمه بريك او BR. التاج اللي اسمه بريك ده من الاخر كده هو بينزل لك لسطر تاني. هتقولي طب افرض انا عايز اعمل BR تاني، ايه اللي هيحصل؟ تعالى نبص ايه اللي هيحصل لو عملت BR تاني. كبر لي المسافه، عامل الاخر هنا نزل سطر، بعد كده نزل سطر تاني. طب انا عملت بريك لاين تاني او بريك تاني، هنزل كده هينزل سطر تالت. انا جيت هنا نزلت سطر، بعد كده نزلت سطر تاني، بعد كده نزلت السطر التالت كتبته هنا زي ما كان مظبوط. طيب حلو قوي الكلام ده. في حاله بقى ان انا آه عايز مثلا اكتب، انا ممكن في حركه حلوه قوي عايزين نتعلمها، دي موجوده في اغلب الاي دي ايز ومن ضمنهم احنا كده، احنا كل ده لسه جوه الداف يعني، معلش ثواني. انا سيبك من الحاجات اللي بيقترحها فيجوال ستوديو دي تمام، عايز جوه الديف ده اكتب اي نص عشوائي بس عشان غير اللي بيقترحوا الفيجوال ستوديو ده. اكتب ايه؟ هكتب لوريم تمام وادوس انتر. لوريم ده من الاخر كده هو نص تمام تقريبا باليوناني حاجه زي كده، ملوش اي معنى تقريبا على حد علمي يعني، ولكن هو بيعمل لك حاجه، يعني بيكتب لك نص تلقائي تيستنج كده بس عشان تملى، بيبقى ده بالشكل ده. طيب هتقول لي طيب افرض انا عايز اكتب مثلا منه كتير قوي، فانا ممكن اقول لك عادي ممكن تكتب لوريم كده اهو وتعمل له استريك يعني علامه النجمه 5، فانت كده عملت 5 منت، واعمل
كده اهو، هتلاقي اتكتب 5 مرات ورا بعض بالشكل ده. هتقول لي الحركه دي لازمتها ايه؟ هقول لك بنعملها بس في حاله ان احنا عايزين نملى باراجراف او نملى حاجه بس فور تيستنج يعني مش اكتر يعني، لكن هي ملهاش لازمه في البرمجه بتاعتنا او احنا بننفذ مشروع حقيقي او كده. في عندنا انواع تانية من التاجز، زي مثلا لو انا مثلا بكتب هقول لك مثلا عايز اكتب الوورد ماشي from my website تمام، ولكن عايز from my website دي تبقى هاعتبرها مثلا نص مهم، حلو كده، هاقول لك وتظهر bold مثلًا، هتقول لي تمام حطها جوه الB tag تمام، اللي هو ده، هاقول لك تمام، حلو أوي، لام فتح أوكي، أهو، هاقول لك ممكن أحطها هنا جوه الB tags، ولكن أنا عندي tag تاني حلو أوي تمام، وده بيظهر للمتصفح إن النص بتاعي ده مهم، وده برضه حتة شوية في الSEO تمام، ما فيش فرق كبير ما فيش فرق أنت هتشوفه، ولكن ده بالنسبة للمتصفح مش أكتر يعني، هو نفس النتيجة. في نص في نوع من أنواع الtags اسمها strong، الstrong ده بيظهر عندي bold، هتقول لي طب ما تعمل لي واحدة bold كده عشان أعرف إيه الفرق يعني، هاقول لك أهو آدي حلو bold تمام، وهاعمل refresh ولا أي حاجة، شوف ما فيش فرق في الإيه، في الحاجات اللي أنا يعني في المنظر أو المنظر اللي أنا هاشوفه ما فيش أي فرق، ولكن هو الفرق على المتصفح بس مش أكتر. تقولي لي تمام حلو أوي الكلام ده. طيب أنا اختصارًا للوقت كتبت لك مجموعة يعني المجموعة اللي أنت شايفها دي تمام، علشان أنت تعرف يعني تشوف الفرق بعينك ما بينهم سريعًا كده تمام. طيب تعالَ نبُص، المنظر اللي إحنا شايفينه تيست وتيست الاتنين italic تمام، سواء EM أو بI الاتنين بياخدوا نفس النتيجة، هتقول لي في فرق، أقول لك ولا الهوا، لو عملت backline كده بس تمام، أهو زي ما أنت شايف أهو، تيست وتيست 2 الاتنين نفس الحاجة. طيب هتقول لي تمام دول تمام سيبك منهم دلوقتي، تعالَ نعمل لهم comment، هتقول لي comment بقى في الHTML بيتعمل إزاي؟ هاقول لك هتعمل ال الbracket حبيبنا ده، وبعد كده علامة الاستفهام، وبعد كده هنعمل كده أهو، تمام، وبعد كده طيب ده اتفتح فتحة للآخر خالص هنقفله إزاي؟ هاقول لك تعمل العلامتين دول، وبعد كده الbracket الحلو بتاعنا، أنت كده قفلت الcomment. طيب عشان نعمل comment تعالَ ننزل بقى، بُص كده شايف test وتحتيها كلمة one دي sub اللي B for book، لكن أدي test وبعد كده كلمة 12 fourth كده كأنها عاملها باور، حلو، كأني عاملها باور، دي إيه؟ دي sub اللي هي B for pen تمام، حلو أوي. هتقول لي طيب تعالَ نعمل comment دي كمان، ندخلهم في الcomment وتعالَ نبُص، كلمة del تمام، اللي هي delete كأنك بتشطب على الإيه، ال ال الكلمة كده، فأنا مثلًا باعمل موقع إلكتروني وأقول إيه، بدل مثلًا إيه، هاكتب هنا مثلًا 500 ومثلًا إيه سيدي أرزع نفسك آدي 400 بدل 500 مثلًا، فأنا ممكن إيه، أبتدي أعملها كده 400 بدل 500 كده الins أو insert دي تمام، بتبقى خط تحت الكلمة زي ما أنت شايف. طيب small دي بتبقى خط صغير كده أهو، الfont نفسه بيبقى صغير، فتقول لي تمام، هاقول لك mark دي اللي هي إيه، اللي هي إن أنت بتعمل علامة بالشكل ده، خلفية ليها خلفية صفرا كده، هتقول لي طيب أنا ممكن أغيّر اللون ده؟ هاقول لك ممكن تغيّر اللون ده بالCSS عادي، بس إحنا مش هندخل في التفاصيل دي دلوقتي زي ما أنا قُلت. طيب أنا عندي نوع تاني من الإيه، من الرسوم اسمها أو من الtags يعني اسمه span، ما فيش فرق كبير بينه وبين الdiff، يعني أنا لو كتبت كده test مثلًا تمام، ونزلت تحت كده مثلًا كتبت span برضه تاني وعملت test مثلًا، وجيت عملت كده أهو، هالاقي إن الفرق الوحيد يعتبر هو إن الdiv يعني مش في نفس يعني block tag مش في نفس السطر، يعني أنا لو كتبت div تعالَ نختبرها كده، نكتب مثلًا هنا diff test مثلًا test diff وكتبت هنا div وكتبت test div2 مثلًا، عملت كده أهو، هالاقي إن الاتنين دول اتعملوا في سطرين مختلفين، ولكن test2 اللي هم بتوع الإسبان هم اتعملوا في نفس السطر. هتقول لي إيه ده أنت حطيت div جوه div، هاقول لك عادي مش مشكلة، ما ادخل نسر عنصر جوه نسر عنصر مش مشكلة،
هتقول لي تمام. هتقول لي تمام. إيه الفرق؟ هو ده الفرق الوحيد؟ أقول لك ده الفرق الوحيد بالنسبة للHTML، ولكن إحنا بنستخدمهم كidentifiers للCSS والJavaScript. يعني لمّا أحب أقول مثلًا أدّي style معين مثلًا كلام معين جوّه form مثلًا، وهنعرف يعني إيه form دلوقتي. لمّا أحب أملى form معينة أو حاجة، فباحط span علشان خاطر أدّي لكل الspan مثلًا، كل الtags اللي اسمهم span أدّيهم style معين وهكذا. طيب حاجة أخيرة، تمام. لو أنا عندي مثلًا هنا text مثلًا و تمام، و text تاني تحت، تمام، هيظهروا بالمنظر ده. أنا عايز أشد خط ما بينهم كده، يبقوا ما بينهم خط. هاقول لك أنت ممكن تعمل horizontal rule اسمه HR، تمام. وده tag ما بيتقفلش زيه زي الBR كده. فاكر الBR إن هو بيعمل سطر delete؟ لأ، أنا بقى بالنسبة لي أنا هاعمله اسمه المرة دي HR، يعني horizontal rule. مش بيتعمل، يعني مش بيتقفل، ولكنه بيعمل خط زي ما أنت شايف. تمام، ممتاز أوي، أوي، أوي. تعالَ بقى نقول لو أنا عايز أحط image، صورة في الموقع، أعمل إيه؟ أكتب كلمة image، تمام، وهتلاقي حاجات غريبة ظهرت هنا. هتقول لي إيه المنظر ده؟ هاقول لك دي حاجة اسمها attributes. هتقول لي يعني إيه attributes؟ هاقول لك الattributes دي هي حاجة بتضاف طيب أنا هاشيل كده يعني عارف أنت هو مُصِر يعمل الاقتراح بتاعه. طيب هاقول لك هي الattribute هي حاجة بتضاف علشان تزوّد الtag ده معلومات معيّنة. المعلومات دي ممكن تبقى زي ما أنت شايف في الmeta tag اللي أنا كنت لسه باقول لك إن هو في حاجة اسمها corset، تمام. إن ده معناه الcharacter settings بتاعة الموقع UTF-8. ممكن مثلًا ده مثلًا يقول لي إن الsource بتاع الصورة يساوي مثلًا آمم image JPG مثلًا، تمام. كتبت image غلط، أوكي، تمام. طيب إيه تاني؟ alt ده يعني النص اللي هيظهر لو الصورة مش شغالة، وده اللي بيعرّف المتصفح مثلًا أنا كإني باوصف المتصفح إيه هو ال ال إيه هو الصورة دي عبارة عن إيه. فلو عملت refresh كده هالاقي صورة، تمام. هي مش موجودة لإن ما فيش صورة عندي في الfolder اسمها image.jpg، تمام. وهتلاقي كلمة an image ظهرت. قُل لي طيب تعالَ نفتح، تمام، اللي على الديسكتوب، تمام أهو، وهاعيد تسميتها لimage.jpg وهاعمل yes، تمام، تمام. وهابتدي إن أنا أعمل refresh ليه، هالاقي الصورة ظهرت. هتقول لي يا نهار أبيض! ده الصورة ظهرت كبيرة جدًا، إيه الحل؟ هاقول لك في attribute تاني، تمام. هتقول لي ده في attribute اسمه style ظهر هنا، هو بيقترحوا عليه. هاقول لك أنا مش عايز أدخل في الstyle دلوقتي. أنا ممكن هاستخدم attribute موجود ل آمم موجود للimage، تمام. الtag بتاع الimage اسمه attribute اسمه width، تمام. الwidth ده ممكن أنا أقول له إن الصورة تبقى حجمها 300 بكسل، تمام، تمام. وآجي أعمل refresh ألاقي فعلًا إن حجمها بقى 300 بكسل. ممكن أقول له إن الheight بتاعها كمان 300 بكسل. هيقول لي تمام، بس أنت كده خلّيت الصورة مربعة. هاقول لك أيوه، هي حاجة غبية جدًا وهو هيمُط الصورة، ولكن أنا ممكن أخلّيها حجم مختلف مثلًا يبقى 200 والّا حاجة، تمام. هتظهر شكل يعني يعتبر مناسب، تمام أوي. في إيه تاني عندي ممكن أتعلّمه في الHTML؟ أقول لك افرض مثلًا أنت حابب تحط link مثلًا، تمام. link يعني إيه link؟ يعني أنا مثلًا عايز أحط link الweb site بتاعي. أقول لك هافتح tag اسمه anchor، تمام، ولكن هو بيتكتب إيه اختصارًا، تمام. وجواه attribute اسمه href يعني hyper reference، تمام. وهابتدي إن أنا أكتب في الlink بتاع الموقع بتاعي مثلًا اللي هو HTTPS، وأخلّيه آآ developer platform مثلًا، تمام. وده اسم اسم الموقع بتاعي، تمام. طيب هاجي أعمل refresh مش هالاقي أي حاجة. تقول لي يا عم أنت بتهري عليَّ وبتضحك عليَّ. هاقول لك لأ، أنا ما باضحكش عليك ولا حاجة. بس أنت لو هنا تلاحظ إن أنا فتحت الtag وقفلته تاني، تمام، هنا كده من غير ما أكتب أي حاجة تمام. وهنا أنا ممكن أقول له إيه click page،
بعد اذنك فضلك هنا عشان تدخل على الويب سايت. لو جيت انا عملت مثلا دوست عليه كده اهو، تلاقيه فتح لي الويب سايت بتاعي. اقول لك تمام قوي. طيب افرض انا مثلا عايزه يفتح، تمام، كاني دوست ايه كليك يمين اوبن لينك انه انا تاب كده اهو، فتح يفتحه اهو في مكان مختلف. اقول لك مقبول، كل حاجه موجوده. ممكن اقول له تارجت، تمام، التارجت بتاعك يبقى بلانك. اقول لك حلو قوي. طيب تارجت بلانك، يعني انا لو عملت ريفرش كده ودوست هنا هيفتحني في ايه، في تاب ديل. لكن لو انا كنت سايبه كده مثلا تارجت مثلا اندرسكور سيلف، تمام، ولازم هي الاندرسكور دي خد بالك لازم، ها، لو دوست كده سيلف وعملت ريفرش هلاقيه بيفتح نفس الايه في سيلف، يعني ميكس الايه التاب. هتقولي طب فايدتها ايه؟ ما انا لو شلتها هقول لك ايوه، ما هي دي التلقائي. السيلف دي هي الحاجه التلقائيه، يعني لو انت مش فاتحها كانك ايه، كانك آه يعني لو انت مش كاتبها، اسف، كانك كاتبها كانك مش هي مالهاش لازمه، يعني هي التلقائيه. فلو انت عايزها تبقى فاتحه في نفس التاب ما تكتبش سيلف تفسيرا للكود وفوز. طيب بقيه الحاجات اللي هي توب وبينهم دي مش مهمه، تمام. طيب انا دلوقتي عايز اعمل لسته فيها كار 1 من كار 2 وما الى ذلك. الحق اعمل ايه؟ هقول لك انت هتعمل ايه. هتقول لي مثلا الليست دي انا عايزها اوردر ليست، يعني يبتدي يقول لي مثلا 1 او رقم 1 كذا، رقم 2 كذا، وهكذا. هقول له اوردر ليست فوق تمام، وادخل جواها كده وابتدي احط مثلا ال اي، تمام، مثلا كار، ده اتعمل كابس لوك، اوكي، ال اي مثلا كار 2، تمام. اجي اعمل هنا كده الاقي اهو بيقول لي 1 ايكوال كار 2 كار 2 وهكذا. هتقول لي طيب افرض انا عايز يعني لسه مش مترتبه، مش عايزها بالارقام، عايزها تظهر كده لسه بس تحت بعضها. اقول لك حلو قوي، ممكن تعمل يو ال ان اوردرد ليست، تمام، وتكتب تحتيها ال اي مثلا، تمام، مثلا اي حاجه اورنج مثلا، واكتب تحتيها مثلا ال اي تانية واكتب ابل، تمام، واعمل ريفرش كده هلاقيها اتعملت عندها كده ايه بولت بوينتس كده او ايه بوينت. هتقول لي طب افرض انا عايز اخفي البوينتس دي، اقول لك عادي انت ممكن تخفيها برضه بسي اس اس، ولكن مش هنتطرق للموضوع ده دلوقتي. تقول لي حلو قوي، انا اتعلمت كميه تاجز حلوه قوي على كده. اقول لك لا استنى، ده انت لسه عندك شويه تاجز تاني وكلهم سهلين. هتقول لي طيب انا دلوقتي عايز اعمل تيبل، جدول. بعد ما عملت لسه عايز اعمل جدول، هقول لك حلو، هتكتب كده تيبل، تمام. التيبل ده بيبقى متقسم لايه؟ مبدئيا كده تي هيد، يعني تيبل، ايه، تيبل هيد. وممكن مثلا جوه التيبل هيد ده يبقى فيه مجموعه من التاجز تانية، وفي تي بودي اللي هي التيبل بيتقسم لايه، لتي هيد وتي بودي، تمام. طيب انا لو عملت مبدئيا ريفرش كده مش هيظهر لي اي حاجه، تمام، بس احنا هنعرف كل حاجه بقى. طيب انا دلوقتي كتبت تي ار، تمام، تي ار دي اللي هي تيبل رو، تمام، وجواها تي اتش اللي هو تيبل هيد. هتقول لي طيب في البادي، هتقول لي بص انا مش فاهم حاجه من اللي انت عمال تكتب، وانا مش هقول لك، انا بشرح لك كل حاجه، بس انا عايزها النتيجه تظهر قدامي دلوقتي، تمام. هكتب هنا تي ار تاني اهو، وهبتدي ان انا مثلا اعمل نيم مثلا عبد الله، تمام. تعالى نعمل ريفرش ونبص كده بتاعي. هتقول لي فين الجدول ده؟ هقول لك ده جدول بس هو مش معمول له بوردر، فانا ممكن اكتب له كلمه بوردر دي اللي هي تعتبر اتريبيوت واقول له 1، يعني سمكه البوردر هتبقى 1، هيظهر لي بالشكل ده. هقول طب افرض انا كتبت 10 مثلا، 10 بوردر 10، تقول لي شايف السمكه دي بقت 10، هتقول لي لا رجعها 1 شكلها وحش جدا، فاقول لك تمام. طيب مبدئيا كده التي ار دي اللي هي ايه، اللي هي رو، تمام كده. بص لو انا بصيت هنا الاقي ان فعلا هو عمل لي رو واحد اللي هو النيم والايج والسيتي، ده كده رو، تمام، يعني صف واحد في نيم وايج والسيتي، تمام، معمولين ببولد كده. طب اشمعنى دول معمولين ببولد ودول لا؟ هتقول لي عشان هم في التي هيد. اقول لك غلط، عشان انا قلت لك ان دول، عشان الفرق ان دي تي اتش اللي هي تيبل هيد، ودي تي دي اللي هي تيبل، مش متذكر الدي دي بتعبر عن ايه يعني، ولكن دي تي اتش. هتكون لي يعني انا لو كتبت هنا تي اتش كده هيظهر لي، هتظهر لي بال بولت. اقول لك اه يا باشا اهو، بص كده، تمام، بس انت كده بتعوض لان ده
التيبل بودي. تمام، المنظر نفسه ان ده البودي بتاعي. تمام، انا عايزه يبقى في روز عاديه، مش ايه، مش هيد. فبالتالي انا هتراجع كده واخليه تي في عاديه جدا. تمام، هتقول لي طيب افرض انا مثلا اتجننت في دماغي حبيت اخلي التي ار دي مرتين، هيحصل حاجه؟ اقول لك يا باشا ودي مش هيحصل اي حاجه، بس انت برضه ده منظر غريب جدا. يعني ايه نيم؟ تمام، نيم ايج سيتي، نيم ايج سيتي، يعني ايه الكلام ده؟ فانت ممكن تعمل اللي انت عايزه، ولكن يعني خليك كده بالعقل. افرض انا مثلا عايز اعمل رو كمان. تمام، هقول لك في البادي انا ممكن اعمل رو كمان براحتي، اعمل تي ار كده بالشكل ده، واحط تحتيه مثلا جواه التي دي. تمام، مثلا واحد تاني اسمه علي و ساكن عنده 30 سنه وساكن في لوس انجلوس بالشكل ده اهو. اهو عيني جدا اهو. هتقول لي طيب ايه اللي هيحصل لو انا حطيت تي دي هنا اهو كده من عندي من دماغي، مثلا دبلرت دي مثلا، حطيتها نيور نيور، ايه اللي هيحصل؟ ولا اي حاجه. بص كده هتظهر زياده هنا. منظر وحش؟ هتقول منظر وحش طبعا، بس ليه يعني في اي ايرور حصل؟ ما فيش اي ايرور حصل، ولكن انت هنا بتضيف حاجه هي مش موجوده في الايه، في يعني في الهيد. هتقول لي طب ما انا ممكن اضيف في الهيد مثلا كده اهو. تمام، ده اللي هيحصل؟ اقول لك ده اللي هيحصل. هتقول لي طب افرض انا مثلا حبيت اشيل دي. تمام، خالص كده، ووقف العادي هم 3، وهنا في الهيد هو اللي زياده. اقول لك يا باشا جرب، ولا اي حاجه هتحصل، هو ده اللي هيحصل، هيبقى في مكان فاضي. تمام، ممتاز قوي. انا كده فهمت الايه، فهمت التيب. تعالى ندخل على حاجه جديده ان انا كنت كلمتك عنها، اللي هي ايه، اللي هي الفورم. ايه بقى الفورم ده يا باشا؟ تعالى بقى نفهم يعني ايه فورم. الفورم ده هو عباره عن تاج في ال HTML، فيديكم ان هو ياخد البيانات اللي انا بدخلها له. تمام، زي مثلا انا عندي كونتاكت فورم مثلا، يعني فتحت مثلا ديفلوبر كده ودخلت نزلت تحت خالص عندي في الويب سايت ويتبص لي. قلت يا باشا انا عندي هنا نيم وايميل وفون وكده. ده فورم. المنظر اللي انت شايفه قدامك ده عباره عن فورم. الفورم ده عباره عن ايه؟ عباره عن انبوت فيلد اسمه نيم، وفوقيه في، لو عملنا انسبكت كده، تمام، وجينا بصينا هنا طبعا بعيدا عن الحاجات اللي باظت دي ما تشغلش بالك، عباره عن ليبل، في ليبل نيم. تمام، الليبل ده هو اللي بيعرف التيبل الانبوت فيلد اللي جاي ده عباره عن ايه. وفي هنا انبوت فيلد كبير قوي، ده عباره عن، اقول لك لا ده ما اسموش انبوت فيلد، ده اسمه تكست اريا، ده بيكون كبير شويه، اكبر من الانبوت فيلد العادي. طيب هنعرف كل الكلام ده دلوقتي، وتعالى نعمل واحد زي ده كده اهو، بس ابسط شويه، و يعني ايه، في نيم وايميل وفون. طيب تعالى نرجع للويب سايت بتاعنا، نعمل له ريفرش كده هنلاقيه فاضي، وانا عايز احط مثلا يعني ليبل. تمام، ليبل. وكلمة فور دي احنا هنعرف يعني ايه فور دلوقتي، بس ايه انا عايزك تسيبك منها دلوقتي، هي الاتريبيوت اللي بتعبر عن آه التيبل. بس خلينا دلوقتي نكتب نيم مثلا هنا، وانزل تحت مثلا اهو كده اهو، واقول له انبوت. تمام، واقول له اسيبه مثلا فاضي كده. تمام، هبص كده هلاقيه نيم وجواب قدامه انبوت. هقول لك هتقول لي حلو قوي، ايه بقى فور اللي ظهرت دي؟ تعالى بقى نمسك الموضوع واحده واحده. لو انا عندي الانبوت ده لوحده كده، انا ممكن ادخل فيه اسم، ارقام، حروف. هتقول لي تمام، ما هو ده اللي انا عايزه، ده اسم. اقول لك حلو، يبقى التايب بتاعه ايه؟ تقول لي التايب بتاعه تكست عادي جدا. اقول لك برافو عليك. اقول لك ايه؟ برافو عليك. انا بعد كده عايز احدد نيم معين، اسم معين للايه، للانبوت ده. فهقول له ان النيم بتاع الانبوت ايكوال نيم. تمام، تمام. هتلاحظ معايا برضو حاجه هنا مهمه، ان الليبل ده كلوز تاج بيتقفل اهو، ليه قفله. اما الانبوت فهو مش محتاج يتقفل، لان كل حاجه بتبقى جوه الاتريبيوتس جوه، يعني ما فيش اي حاجه محتاجها معايا. طيب حلو قوي. هتقول لي ايه العلامه اللي في الاخر دي؟ هقول لك العلامه دي ممكن اختياري عادي، ممكن تحطها ممكن لا، عادي جدا. نفس الكلام على فكره في ايمج هنا، انا ممكن احط في الاخر العلامه دي وممكن لا. وبي ار لو تفتكر، بريك لاي البريك ممكن اعمل كده، وممكن احطها وممكن ما احطهاش. الاثنين بيدوا نفس النتيجه بالظبط، مفيش اي مشاكل. طيب انا هحطها علشان اخلص من زن آه يعني فيجوال ستوديو، وابتدي اقول انا عندي النيم ده. تمام،
اسمه ايه، او الانبوت ده النيم بتاعه نيم. تمام. افرض انا عايز مثلا، يعني ساعات بيبقى مكتوب هنا مثلا زي مثلا جوجل كده مكتوب سيرش مش عارف ايه وهكذا، سيرش جوجل تايم مش عارف ايه، فهو مش موجود هنا في الموقع، ولكن انا عايز ده يظهر لي هنا. يبقى ده اسمه بليس هولدر. بليس هولدر يساوي مثلا عملت كده فهلاقي كلمة تيوب نيم ظهرت. حلو قوي قوي قوي. عندي هنا كلمة فور دي بقى. فور دي انا هنا بعرف ده اسمه نيم. هتلاقي هنا حتى الفيجوال ستوديو قال لي انت نسيت تحط هنا كلمه اي دي ايكوال نيم. ايه الاي دي ده؟ الاي دي ده هو الايدنتيفاير بتاع العنصر ده. تمام. انا هنا بالظبط كاني قلت له ان الليبل ده بتاع الانبوت اللي الايدنتيفاير بتاعه نيم، وحطيت هنا الاي دي ايكوال نيم. لو انا جيت هنا اهو عملت ريفريش كده ودوست على ده، هلاقيه فتح ايه؟ هلاقيه يعني خلّيني أكتب هنا أهو. بُص تاني، أنا هنا إيه، لو دوست هنا على الكيبورد مش هيكتب لي حاجة. لو دوست name على كلمة name هو أنا قدرت أكتب. هتقول لي طب ده ليه؟ لإن هو كده المتصفح اتعرّف إن الlabel ده أهو بتاع الإيه، بتاع الinput field ده أهو. هتقول لي طب افرض أنا شِلت كده وعملت refresh ودوست، فضلت أدوس هنا، بُص إيه اللي هيحصل؟ ولا الهوا، ولا لو جيت كتبت مش هيكتب حاجة. تعالَ نعمل برضه نفس الكلام الأدرس أهو، كتبت له your address والname equal email والID equal email. تمام. والtype email. هتقول لي إيه الtype email دي بقى؟ هنشوفها دلوقتي. تعالَ نعمل refresh كده. تمام. أنا كتبت email تمام كده for email وكاتب هنا ID email صح كده؟ هتقول لي أقول لك لو دوست هنا هيفتح لي. أقول لك حلو أوي. بُص هو حتى فتح لي كمية إيه، يعني الإيميلات اللي عندي، يعني اللي أنا كنت مدخّلها من قبل كده. هتقول لي طيب أنا دلوقتي جيت أعمل مثلًا test هنا وجيت دوست إيه enter. هنا علشان أنا لسه ما باعملش submit للform. لكن أنا دلوقتي لو جيت عايز أعمل submit مثلًا للform ده، تمام. هتقول لي يعني إيه submit؟ هاقول لك يعني أبعت البيانات اللي أنا لسه مدخّلها دي. هاقول لك مثلًا أنا عايز أعمل حاجة اسمها button. الbutton ده عبارة عن إيه؟ الbutton ده زرار. تمام. الزرار بتاعه الtype بتاعه ممكن يبقى submit، ولكن لو جيت عملت submit عشان أبعت البيانات اللي في الform هيقول لي لا، لأ، أنت ما ينفعش تبعت البيانات اللي في الform ده، لإن أنت هنا مدخّل قيمة invalid يعني مش صالحة، غير صالحة. إن هي غير صالحة يعني ما تنفعش. أنت هنا قايل لي إن الtype بتاعه email، هاقول له صح. وأنت هنا مدخّل لي نص عادي جدًا. أنا معلش أنا عايزك تدخّل لي الفورمات بتاع الإيميل ده، أي فورمات بالشكل ده، يعني يبقى أي كلام أي كلام تاني أي كلام تالت، أنت كده بالنسبة له عملت الفورمات بتاع الإيميل. هاعمل submit هيبعت البيانات. تقول لي هيبعتها فين؟ دي هنيجي لها بعدين. تمام. هاقول لك حلو أوي. طب أنا عايز أدخّل رقم التليفون. تمام. هتقول لي ماشي تعالَ نعمل label. تمام. label كده أهو. وهنا بيقول لي message. أوكي. تعالَ نيجي لحتّة الmessage دي عشان اللي مش عارف الmessage دي عبارة عن إيه. الmessage دي أهي. تمام. وهاجي هاعمل هانزل تحت كده وهاكتب text area. تمام. وأقفل على كده. الtext area مش زي الinput بتتقفل. طيب بتتقفل ليه؟ ليه تتقفل الtext area؟ لو عملت refresh كده ألاقي الtext area بُص أكبر شوية، وممكن أعمل كده وأعمل كده وبتاع، وطبعًا هاتحكم في الresize ده، ممكن أتحكم فيه CSS بعد كده واكتب فيها وانزل للسطر اللي بعده. لكن على عكس هاعمل كده. أو بُص أنا أول هنا ما دوست enter. بُص هنا أنا أول ما دوست enter هو عمل submit أصلًا، لكن هنا أنا بانزل للسطر اللي بعده براحتي، باعمل سطور عادي براحتي هنا. تمام. طيب ده الفرق ما بين الtext area وما بين الinput العادي. هاقول لك هو ده الفرق. هتقول لي طيب أنا عملت هنا تمام عادي زي الinput، عملت هنا ID. تمام. وقُلت له for message. تمام. فأنا لمّا جيت أعمل دوست على كلمة message بالاقيه بيعمل لي هنا focus، يعني باقدر أفتح منه. تمام. كل ده تمام. وعملت إن الname equal message، فأنا برضه تمام فاهم كمية، لإن أنا كده سميت الtext area دي سميتها زي ما سميت الinput عادي، خلّيت اسمها message. فعملت الplace holder دي. تمام. وخلّيتها your message عشان تظهر لي هنا أهو. هتقول لي حلو أوي. هاقول لك أنا لو ضِفت هنا كلمة text مثلًا، إيه اللي هيحصل يا ترى؟ بالشكل ده. هاقول لك تعالَ نجرّب ونعمل refresh. أنا هنا ظهرت لي الكلمة. هتقول لي يعني أنا هنا ممكن أحُط نص تلقائي يكون موجود أول ما الwebsite يحمّل؟ أقول لك بالضبط. هتقول لي طب اشمعنى في الinput ما أقدرش أعمل الكلام ده؟ هاقول لك وأنت إيش عرّفك إن الinput ما ينفعش فيه الكلام ده؟ ينفع فيه الكلام ده. هتقول لي إزاي؟ هاقول لك أنا ممكن أحُط كلمة أو attribute اسمه value.
واقول له equal تمام مثلا تيست نيم مثلا، تيست نيم بالشكل ده، واعمل ريفرش كده هلاقيه فعلا كتب لي ايه تيست نيم، هو ده الفاليو بتاعي بالشكل ده. هتقول لي طيب حلو قوي، انا دلوقتي بعمل سبميت لقيته بعت البيانات تمام، سبميت اهو لقيته بعت البيانات، ولكن الايميل ده انا عايزه يبعته، يعني ما يعملش سبميت غير لما يبعت لي الايميل، الايميل ده مهم بالنسبه لي. اقول لك ايه المشكله، تعال نيجي في الاخر كده ونضيف له اتريبيوت اسمه required تمام، الاتريبيوت اسمه ايه، اسمه required equal تمام true. اقول لك حلو قوي، جيت اعمل ريفرش كده وعملت سبميت، بقول لك ايه بليز فيل اوت ذيس ايه ذيس فيلد، لان لازم اعمل له سبميت. هتقول لي كلمه ترو دي ممكن تتشال كده اهو تمام، واسيبها كده ريكوايرد بس اختصارا مش اكتر، واجي اعمل سبميت برضه هلاقي نفس النتيجه، اعمل فريش اهو سبميت نفس النتيجه عادي جدا. ايه وممكن اعملها ايكوال فولس وايه وما اظبطش معايا يعني كانها مش موجوده، بس ملهاش لازمه، لو انت هتعملها فولس يبقى شيلها خالص احسن. تمام تمام. طيب ايه هي بقى انواع الانبوتس اللي عندي؟ انا كده فهمت ان انا عندي انبوت مثلا اسمه تكست وانبوت اسمه ايميل. انا لو عايز تمام، تعالى نعمل مثلا لا تعالى ماشي، تعالى نسيبها زي ما هي تمام بالشكل ده، ونبتدي نقول مثلا ان انا عايز احط رقم التليفون بس تمام. هتقول لي هنا اشمعنى هو نظم لي الدنيا هنا، هقول لك لان هو جه اللي عمله ده او الكود اللي اتعمل ده كان من اقتراح فيجوال ستوديو، يعني انا ما كتبتوش، انا دوست تاب بس عشان هو ينزل لي يعني. تعالى هنا نبص هنلاقي ان هو عمل لي ساب لي هنا سطرين او تو بريك لاينز تمام، ما بين الانبوت اللي اسمه ايميل وما بين الانبوت اللي اسمه سبميت. هتقول لي ايه ده، ثواني بس، ايه الهبل ده يا عم، ده انت عملت لي انبوت اسمه سبميت. هقول لك ايوه، الانبوت اللي اسمه سبميت بيقوم بمحل البوتون بالظبط، هو مفيش اي اختلاف. تقول لي تمام طيب، وبعد كده هو ساب ما بين النيم وبين الايميل برضه، هقول لك ايوه بالظبط، هقول لك ادي البي ار اهو تمام، هو عمل لي اتنين، انا ممكن اعمل واحده بس هو عشان يسيب مسافه كويسه عمل لي اتنين تمام، والاتنين بالفعل ايه سووا لي مسافه حلوه ما بين النيم وما بين الايميل. طيب ممتاز قوي، انا عايز بقى ادخل رقم التليفون، هقول لك اكتب لي كده انبوت يا باشا تمام، وخلي لي التايب بتاعه مثلا تل اللي هي اختصار لكلمه تليفون تمام، وادوس انا اعمل كده اهو تمام، واجي اكتب مثلا انا هنا اي حروف واعمل سبميت. صباح الفل ماشي، تعالى نعمل ايه، نعمل حروف واعمل سبميت. ايه يا معلم، كروم بيهيس تمام، ولكن انا المفروض هنا، المفروض الصح ان انا اكتب هنا ارقام بس. لو عملت سبميت ومفيش هنا ارقام، مفيش رقم تليفون، ما يعمل لي سبميت. هتقول لي طب هو ليه ما بيعملش كده، اقول لك بيهيس عادي، بس ده الصح يعني. لو انت عايز رقم تليفون بتكتب كده، وتقول لي طيب افرض انا عايز رقم عادي تمام، يعني مثلا يعني البادجت بتاعت العميل مثلا يبعتها لي في البتاع ده، هقول لك عادي اكتب كلمه نمبر تمام، وممكن كده مثلا اكتب له 20 200 مثلا واعمل سبميت، هيقول لي تمام. لو كتبت حروف مش هيرضى اهو، انا بحاول اكتب حروف اهو مش بيرضى، وهتلاقيه ظهر لك السهمين دول، السهمين دول بيطلعوا وبينزلوا كده اهو، بينزلوا كده اهو ويطلعوا كده. تقول لي ممتاز قوي 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 الكلام ده. طيب انا البيانات اللي بتتبعت دي بقى انا عايز اعرف بتتبعت فين، هقول لك حلو قوي، البيانات دي عشان تتبعت فعلا بتتبعت في المكان اللي انت بتحدده هنا اهو. هتقول لي يعني هقول لك يعني ممكن ادوس اكشن مثلا، اكشن كده اهو تمام، واقول لك مثلا مثلا تيست دوت اتش تي ام ال. طيب انا ما عنديش صفحه اسمها تيست دوت اتش تي ام ال، اللي هيحصل اقول لك دلوقتي هنشوف ايه اللي هيحصل، هكتب الاسم واكتب الايميل واكتب الرقم واعمل سبميت، هلاقيه هيودي البيانات فين، انا ما عملتش ريفرش تمام، واعمل كده برضه 500 مثلا واعمل سبميت، هلاقيه وداني على الصفحه اللي اسمها تيست دوت اتش تي ام ال بالفعل. هتقول لي ايه ده ايه ده ايه ده، ده حط بعد كده، تعالوا نكبر كده الصفحه، ده حط بعديها حاجات كده، النيم تمام، نيم ايكوال عبد الله جلبي، الايميل ايكوال مش عارف ايه، ايه ده ازاي ده حصل، اقول لك ناري بقى. تعالى نرجع تاني تمام، البيانات اللي هنا دي اسمها نيم، والبيانات اللي هنا دي اسمها ايميل، فهو بالفعل بعتها لي في الرابط فوق تمام لصفحه التيست. هتقولي طب افرض انا مثلا سبت الصفحه، انا عايزه يبعت لنفس الصفحه وعملت كده اهو، كده اهو سميت او ما تعملوش ريفرش، ماشي هعمل ريفرش واعمل كده
تسك الايميل والرأي سبميت، هلاقيه هنا بعتها لنفس الصفحه، بعت الحاجات دي على هتقولي طب انا استفدت ايه لما احطها في اللينك؟ هقول لك انا بستفاد كده ساعتها ان انا نوع الريكوست بتاعي اللي اتبعت ده اسمه جيت، تمام، جيت ريكوست، تمام. الجيت ريكوست ده انا ممكن اهندله بالجافا سكريبت او ممكن اهندله بالبي اتش بي او اي لغه عادي. هتقول لي طيب افرض مثلا انا بكتب ايميل وباسورد وانا مش عايز يتحط هنا الباسورد اللي بيتكتب، لان الباسورد اللي بيتكتب لو اتحط هنا فوق يبقى كده ممكن اي مثلا هاكر يدخل مثلا على الهيستوري بتاع الشخص ده ويعرف الباسورد بتاعه. هقول لك صح، عشان كده اخترعوا طريقه تبعت البيانات. نشيل دي الاول، تمام. بص كده في اللينك، تعالى نتاكد اللينك نضيف اهو، ما فيهوش اي ايه، ما فيهوش اي حاجه. تعالى بقى نبعت البيانات عن طريق، تمام، ميثود مختلفه. الميثود دي اسمها ايه؟ اسمها بوست، تمام. وتعالى نعمل ريفرش للصفحه ونقول تاني، نحط تاني الايه كده اهو سبميت. هبص كده مش هلاقيه اتبعت، هعمل كده، هعمل ريفرش، هيقول لي ايه ده كونفيرم ري سبمشن، انت عايز تعمل سبميت تاني للفورم. هتقول لي ده ليه؟ هقول لك لان هو بيحتفظ في المتصفح بالايه، بالحاجات اللي انت عملت لها. بص هيقول لي انت عايز تعمل سبميت تاني لنفس الفورم دي. طيب حلو قوي، يعني دي ميثود ودي ميثود تانية. هقول لك بالظبط دي ميثود ودي ميثود تانية. تقريبا احنا كده غطينا يعتبر اهم حاجات في ال HTML، الحاجات اللي انت هتستخدمها والحاجات اللي انت محتاجها. وان شاء الله في الكورس الجاي هيكون CSS هينزل بعد بكره على طول. فيعني بص غالبا هيكون نزل على ما انت تشوف الحلقه دي. وبص برضو على كورس الجافا سكريبت هتلاقيه موجود، وكورس البي اتش بي والاس كيو ال، كل دي كراش كورسز موجوده على القناه ان شاء الله. بس واشوفك ان شاء الله في الكورسات الجايه، ومع السلامه.